حبه اللي بينه وبين جمهور النادي الاهلي العظيم زي ما حضرتك قلت زي ما هو قال، ده بيحطه تحت ضغط بالاضافه للست نقط اللي بينه وبين الزمالك، خاصه ان جمهور النادي الاهلي زي ما هو عارف طبعا انه دايما متعود على انه يفوز بالبطوله، يعني حتى لو في فرق بيننا وبين الزمالك 6 نقط بس لا الاهلي لازم يفوز بالبطوله، ده طلب. Do you think you are under pressure because we have 6 points behind Zamalek and that maybe the spectators will be asking you, you have to win like you already made the big achievements before winning all the time? This is no problem for me. I coming. The idea is renew the team. Nobody told me, Emmanuel, you must win the dowry. Emmanuel, you must win the Champions Leagues. We must see the situation before and now the situation the club. But start from me. I want to win. We have 6 points, but we have many games. We'll see if you have talent, if you have team to win the dowry. If you not win, what we're gonna do? We're gonna do our best for that. But the pressure, I don't care about pressure. I all the time, so more high is the pressure. I'm more calm and more easy. And for me, I told this many times, all the match must be finals. Is the finals with the big pressure, I feel very well. بيقول لك يعني هو ما عندوش حاجة اسمها ضغط أو بريشر زي ما أنت بتقول، بالعكس هو 6 بونت ده مش حاجة كبيرة، احنا لسه فاضل ماتش وكمان راوند كامل، لكن هو الأساس من وجوده والأساس من ان هو حس النادي الأهلي في احتياج ليه ان هو يبني فريق جديد يقدر يحافظ على بطولات بعد كده، وده الهدف الأساسي. لكن مش معنى كده ان هو مش هيقاتل ان هو يكسب، لكن هو زي ما قلنا الهدف ان احنا بنبني فرقة جديدة تقدر تاخد النادي الأهلي سنوات لقدام، وبالنسبة له مفيش اي ضغوط، بالعكس هو راجل يعني بيتحمل اي ضغوط، لان هو زي ما قال قبل كده هو لازم يقاتل عشان يوصل للهدف اللي هو عايزه. ايه الاخر المفاوضات لحد النهارده او لحد نهايه الدور الاولاني، على الرغم ان الكابتن حسام بدري ساب المهمه من فتره، كمان هو النهارده ساب الاجتماع الاولاني، خلص حوالي من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 2 تقريبا. الجماهير كان في حاله من القلق انه ممكن ما تتمش المفاوضات على اساس مستر مانويل جوزيه مشي او ساب الاجتماع. He said the final, what is the final agreement? I mean, because people were a bit hesitant when you left. We had the first meeting at 9 o'clock. Actually, كانت 10 ونص الحقيقة. We had the first meeting at 10:30 and then we left about almost 2 and then we came back again. So during this interim, people, especially the spectators and all the fans, were a bit worried that you're not going to sign the contract or you're not going to agree with the contract. So what do you feel about this and what do you think is everything is okay 100% now? Yeah. There was a little things because I want coming, I want stay. If I coming to stay. Okay, I want coming, I want stay. And the border invite me to coming here to they want me. Okay, was agreement normal. We cannot in all the times in the first meeting solve all the problems. Was a little things now we solve all. بيقول لك هو جه هنا عشان عايز يجي هنا، ولما حس ان كمان الاداره عايزاه فهو جه هنا. مش معنى كده انك انت حصل الاجتماع الاولاني وبعدين اجتماع تاني، اما بيحصل الاجتماع الاولاني اكيد بيبقى فيه بعض مش هقول اختلافات بس بعض الحاجات القشور اللي بتبقى محتاجه انك انت تقفلها تماما، ويمكن عشان كده حصل الاجتماع الاولاني، ثم بعد الاجتماع الثاني اما جينا هنا الاجتماع الثاني كانت كل حاجه اتحلت وكانت اجريمنت او كانت يعني اتفاق طبيعي جدا، وهو يعني مبسوط جدا بوجوده هنا وان شاء الله خير. الجهاز المعاون وطبعا هو كابتن حسام البدري مش هيكون موجود معاه الفتره دي، قد ايه بيحس بعدم وجود الكابتن حسام البدري، وايضا على اي اساس اختار الجهاز المعاون بتاعه؟ هل الكابتن احمد ناجي موجود وهل في اعضاء من الجهاز المعاون السابق موجودين ولا لا؟ لا بالتالي سابق يعني السؤال ده لو تسمح لي انا اللي هرد عليه سابق لاوانه، لان في لجنه الكوره هتاخد قرار في خلال 48 ساعه بالنسبه للجهاز اللي معاه، لكن يعني خليها بعد 48 ساعه ان شاء الله يبقى في قرار. في اسماء مرشحه؟ لا برضو بعد 48 ساعه في جهاز او الكابتن هادي خشبه وهو مدير التنفيذي لجنه الكوره هيبلغ الموضوع ده. بالنسبه للكابتن حسام البدري على السن مش موجود دلوقتي معاه في الجهاز، شعوره هو الشخصي regarding Hussam al-Badri that is no more now in the within your team, what you feel about this? A little sadness because Hussam is a friend. I cannot speak with him. I try to call him 1,000 times, but he switch off the mobile all the time. I try to support him.
I try to advise him. We are friends, but anyway, he made a good work. He won the Daron the last season in the not good conditions because my last year in the club was tough. We won the dowry in the final against Ismailia, and I told me the next year not going to be easy again, and it wasn't. And now we have another experience as a head coach in the big club in Sudan. What I wanted that he must he be so happy. I hope he's going to be so happy that he was in Arli as an assistant coach or a coach. هو طبعا بيفتقد صديق، لان طبعا الكابتن حسام البدري بيعتبره هو كصديق، وهو بيقول ان هو عمل شغل كويس، كسب الدوري وكسب السوبر السنه اللي فاتت، وهو بيتمنى له النجاح في منصبه الجديد في السودان، ويتمنى ان هو يكون مبسوط هناك. هو بيقول ان هو كان بيحاول يتصل بيه على طول، لكن حسام كان قافل محموله، كان بيحاول يكلمه، كان بيحاول يديله بعض النصايح، لكن هو ما كانش بيعرف يجيبه خالص. لكن هو طبعا بيتمنى له كل خير، وحسام شخصية كويسة ومحترمة وربنا يوفقه. مدة العقد ممكن اقولها لنا سنة ونص ان شاء الله. هل ممكن تجدد ولا هي سنة ونص؟ ده سنة ونص. بعدين يعني regarding your contract is 1.5 years, is it can be renewed? I don't know. I coming to finish my career here. بيقول هو جاي هنا عشان ينهي حياته الرياضية في النادي الأهلي. في النهاية بنشكره ونقول له بقى أقول كلمة لجماهير النادي الأهلي بمناسبة السنة الجديدة وبمناسبة عودته أيضا للنادي الأهلي. Okay, he's saying thank you very much for this interview, and he wants you to say something to the supporters and the Ahly fans because of the new year and because of you being back to Al Ahly Club. Yes, I'm so happy that them because I know they like me so much, and the feel I feel the same about them. What I want they think about if they can. Don't remember that these players, the old players, they need love because they made a fantastic work in this club. For the other side, the pressure must be a little high because not so high, okay, a little down, because we try before me, Badri and Zizou, they try to introduce new players, young players, and these young players they must grow easy, okay, without pressure to grow. More fast, okay, more quickly. They need the confidence, the supporters, and for the other time, for the other side, they must be patient with the old players and patient with the young players. But I know this is not this is not always easy. But anyway, I want to tell them we're gonna try to win. Zamalek have 6 points. Okay, I'm gonna say the other clubs catch Chikabala. And gonna be more easy for us. هو يعني بيقول طبعا ان هو يعني حاسس ان هو ان جمهور النادي الاهلي مبسوط انه برجوعه، وهو اسعد ان هو هيكون في وسطهم. كل اللي بيسالوا بيطلبوا منهم بالنسبه للاعبين الكبار ما ينسوش اللعيبه الكبار دي عملت ايه للنادي الاهلي. كل اللي عايزه منهم ان هم يدوهم الحب الكافي، وفي نفس الوقت بالنسبه للعيبه الصغيره اللي بتبدا، لان كابتن زيزو دخل عناصر جديده، كابتن حسام بدري دخل عناصر جديده، مطلوب من الجماهير انها تساندهم، ما تحطش عليهم ضغط جامد، لان الضغط الجامد ده ممكن يفرق معاهم. فهو كل اللي بيتمنى بعض البيشنت، بعض يعني التمهل عليهم عشان نوصل للي احنا عايزينه. وبالنسبه لان هو في فرق، وهو يعني هو هيحاول ان هو يكسب ويكسب البطوله، وهو كل اللي بيقوله يعني احنا فرق بيننا وبين الزمالك 6 نقط. هو هيكلم بعض الانديه الثانيه ويقول لهم امسكوا شيكابالا وان شاء الله كل الامور تبقى كويسه. خالد مرتجي، شكرا لحضرتك. مستر منول، ثانك يو فيري ماتش. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم في ختام اول انفرادات عام 2011.